بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. معادنا إن شاء الله النهاردة مع لايف مهم جدا هنتكلم فيه عن أكبر الصعوبات اللي بتقابل البياعين العقاريين خصوصا في شركات التسويق العقاري. طبعا معايا رفيق الدرب الأستاذ أحمد عزب من شركة جروث انجن. احنا طبعا النهاردة المفروض هنتكلم عن الحاجات اللي واقفة معانا في التسويق العقاري احنا كبروكر. طبعا اللايف ده المفروض ان هو موجه لاصحاب الشركات، مديرين المبيعات، البياعين، وحتى الناس اللي شغالين في الديجيتال ماركتنج كمان اللي خاصه بالتسويق العقاري. بالمناسبه مثلا انا حابب اقول لكم على حاجه. احنا مثلا ليه عملنا السوبر سيلز جيم مثلا على سبيل المثال؟ يعني الجيم هو الهدف منه طبعا هو حاجه مجانيه تماما. الجروب دلوقتي عليه حوالي 3700 بياع يعني وصاحب شركه ومدير مبيعات. الهدف من الجيم ده هو ان احنا نطور من نفسنا بشكل مستمر. احنا مثلا لو قسنا الوضع اللي احنا فيه دلوقتي على الوضع اللي كنا فيه في اخر سنة 2024، يعني بنتكلم في سنة واحدة بس، هتلاقي في اختلافات كبيرة جدا بتحصل. انا لو مش قادر ان انا افهم ان في تغيرات بتحصل وفي تطورات بتحصل طول الوقت، انا مش هقدر اعيش اصلا. التغيرات بقت اسرع بكتير مننا. الصبح كنت في تدريب في السعوديه، والظهر كنت في استشاره هنا في مصر، وهم بالمناسبه مش عقارات، يعني حد اي تي سولوشنز، سوفت وير سولوشنز. يعني كنت الصبح في شركه السعوديه اسمها اي تي بيلرز، انا بتشرف ان انا استشاري تسويق ومبيعات هناك. وفي الظهر كان عندنا شركه ار جي، دي متخصصه في النتوركينج والانفراستراكشر، اي تي انفراستراكشر. يعني هم اي تي برضه بس حاجات هاردوير اكتر. فكنت بقول لهم كلمة ان السوق العالمي، العالم كله مش السوق بس، السوق والسياسة والثقافة وكل حاجة اتغيرت بشكل كبير جدا من وقت الكورونا. يعني العالم قبل 2020 اتغير تماما عن العالم بعد 2020. فالدنيا لما بتتغير بالشكل ده، انا لو ما قدرتش ان اطور من نفسي واطور من افكاري وترتيبي لكل حاجة انا بعملها، انا مش هقدر احقق نجاح اصلا. السوق بقى ضاغط علينا كلنا بشكل كبير، كل حاجه بقت بتتطور، كل حاجه بقت مضغوطه، الهوامش الربح بدات تضغط عليها بسبب ان في رفع في الاسعار بيحصل، في تكلفه بتزيد. يعني الاسعار حتى لو ثبتت او زادت او قلت ايا كان، التكلفه نفسها زادت جدا. فاللي شغال في البيزنس دلوقتي عموما، انا دلوقتي بتكلم عموما مش في العقارات ولا في البروكرج، كويس؟ اللي شغال في عموما في اي حاجه في البيزنس لازم تكون فاهم كويس جدا المعادله بتاعت النجاح. زمان كان عندنا رفاهيه ان احنا، زمان ده اللي هو قبل 2020، مش بتكلم على 2015 ولا على 2010 مثلا. زمان كان عندنا رفاهيه انك انت تقدر تبيع والعمليات بتاعتك ما تبقاش احسن حاجه وتحصل اهدار في التكاليف، وكده كده احنا بنبيع وبنعوض والدنيا بتلم بعضها وشغالين، وحسن السوق وحسن البضاعه وكل الكلام اللي كنا بنقوله ده لغايه 2020. بعد كده التحديات اتغيرت تماما، هامش الربح بتاعك اتضغط جدا، مبقاش زي الاول. فالمصفى او زي ما بيقولوا كده اهالينا زمان، الغربال بقى اضيق. الغربال بقى اضيق، فما بيقدرش ينجح غير اللي فعلا قوي جدا. اللي قوي جدا هو ده اللي بيقدر يكمل، هو ده اللي بيقدر يعيش. لكن الشخص اللي هو مش حاسب حساباته، مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، قدامه ترند طلع، ده اللي عمل بالمناسبه الازمه الكبيره اللي حصلت في شركات التسويق العقاري. يعني شركات التسويق العقاري فجأة كده من بعد سنة 2018 وخصوصا 2019، بداية من لما بدأت العاصمة الإدارية الجديدة، وفي شركات تطوير عقاري عملت عمولات كبيرة، خصوصا طبعا في منطقة العاصمة. يعني فحصلت بقى بوم كده، انفجار من شركات التسويق العقاري. ليه؟ لأنه قدامه عمولة ضخمة جدا بتوصل، كانت ساعتها طبعا بتوصل لغايه 7%. ده كان بالنسبه لنا رقم ضخم جدا. يعني انا لما كنا بنشتغل في السوق العقاري زمان، يعني بنتكلم في 2005 ولغايه 2015 مثلا، كان رقم 2% و2.5 و3% عموله، كان رقم ضخم جدا بتطلعوا شركات تطوير عقاري. وصلنا 4% وبعد كده 5%، بعدين كان المجنون بقى هو اللي بيطلع 5% دي، بعدين فجاه بقت 7% عموله على الوحده. يعني بعد كده شفنا بقى ال7 وال1% انسنتيف، وواحد في انسنتيف للبياع، و1% انسنتيف للتيم ليدر او السيلز مانجر. وشفنا الارقام بقى بتزيد لغايه ما وصلنا 10%، وطبعا كان في حاجات اكتر من كده بس ما كملتش يعني.
فالارقام الضخمه قوي دي خلت ناس كتير تبقى حابه تخش في المجال، لان فيه ربحيه كبيره وقدامنا فرصه ان احنا نشتغل ونعمل شركات وحاجات زي كده ونطلع عمولات كبيره جدا. لكن في نفس الوقت دخلنا فيها واحنا مش عارفين احنا هنعمل ايه بالظبط. يعني دخلنا واحنا مش محددين احنا اهدافنا ايه. انت فعلا فاهم اللي انت بتعمله، ولا انت مجرد بس شفت قدامك فرصه فانت بتحاول تستغلها وخلاص؟ فالنقطه اللي بنتكلم عنها نقطه ان في كتير من الناس دخلت المجال وهم مش مؤهلين ان هم يخشوا المجال ده للاسف الشديد، واعتمدوا على بعض الافكار كده، وفكره ان انا ايه، احنا هنبيع وهنشتغل وهنجيب بياع والبياع يبيع والبياع كده ياخد العموله ماشي. ما هو الفكره مش كده. الفكره لازم تكون عارف كويس ان شركات التسويق العقاري هي مقسومه نصين. التسويق العقاري هو اعلانات وتسويق زي ما الناس بتحب تسميه، وبيع مبيعات. يعني ناخد الاسم العلمي اكتر، هو اعلان ادفرتايزنج. فانت لازم يكون عندك ادفرتايزنج قوي جدا، ادفرتايزنج قوي جدا. تاني حاجه لازم يكون عندك بياع قوي جدا وهيكل ومنظومه بيعيه قويه جدا. لو قدرت تعمل دول مع قدره على الصرف على المؤسسه بتاعتك دي لفتره كبيره تعدي مثلا السنه مثلا، يعني لازم يبقى عندك المرتبات بتاعتك، وعندك التكاليف طبعا الحياتيه واليوميه بتاعت الشركه بتاعتك، عندك مرتبات وتكاليف الحياه، وتاني حاجه عندك الادفرتايزنج بادجت، مصاريف التسويق بتاعتك. عندك الاثنين دول لمده سنه كامله 12 شهر. لو انت قدرت تبقى عندك الرقمين دول، خش يا باشا واعمل اللي انت عايزه. تمام. طبعا ده كقدرات ماليه، لكن كقدرات اداريه لازم تكون عارف كويس اصلا المنظومه دي بتدار ازاي. لازم يكون عندك معرفه اداريه، فاهم اصلا يعني ايه تسويق، يعني ايه مبيعات، يعني ايه تسويق عقاري، يعني ايه عقارات. فاهم الموضوع ده كويس. عشان كده الكلمه اللي دايما بقولها وللاسف بتزعل بعض الناس، يعني هي فكره انك انت ما ينفعش تفتح بيزنس غير في مجال معين غير لما يكون اشتغلت في البيزنس ده لمده سنتين كمدير. تمام. طيب ليه لازم تكون سنتين وليه لازم تكون مدير؟ اول حاجه لازم تكون مدير لانك انت بتشوف من فوق، بتشوف علاقه الادارات ببعض. انا اشتغلت مثلا مدير مبيعات، طبعا مش تيم ليدر، اشتغلت مدير مبيعات لمده سنتين على الاقل. في خلال السنتين دول شفت علاقه الادارات ببعض، شفت الناس بتوع الاتش ار، شفت الناس بتوع اول حاجه طبعا علاقه المبيعات بالتسويق او الاعلان يعني، بس الناس بتقول عليه كلمه قسم التسويق يعني، فخلينا نمشي يعني بالاسم الصحيح علميا، قسم الاعلان وقسم المبيعات. شفت العلاقه ما بين الاثنين، شفت الناس بتتكلم ازاي، شفت الليدز بتيجي ازاي، وانتقادات دول على دول، وانتقادات بتوع الاعلان على المبيعات، ودول بيكلموا ازاي وبيتخانقوا مع بعض ازاي. شفت الاتش ار ازاي نعمل ريكروتمنت، وازاي نعمل هيد هانتنج، ازاي نجيب البياع الشاطر من الشركه دي، وازاي نبدا نتفاهم معاه، وازاي نقدم له جوب اوفر. شفت الخناقات. مش لازم تكون انت عارف كل حاجه في مثلا في الاتش ار مانجمنت، لكن على الاقل شفت العلاقات ما بين الاقسام وبعض. اتاخد رايك في انترفيو، حضرت انترفيو بنفسك، عملت انترفيوهات، شفت بتاع الاتش ار واخطائه ايه، وانت اخطائك ايه، وهو ايه الصح اللي عمله وايه الصح اللي انت بتعمله. التفاصيل دي شفت الكلام ده بعينيك. لما تشوف الكلام ده لمده سنتين ورا بعض، انت كده شفت تقلب المواسم، شفت بنفسك الكلام ده لمده سنتين. شفت بقى في مواسم الصيف مثلا العملاء بتشتري اكتر، الشتاء الدنيا بتهدي اكتر. لو انت مثلا شغال في دبي، لان برضو في ناس كتير بتتابعنا من دبي مثلا. دبي العكس، الصيف العميل ما بيشتريش اصلا، بيبدا الموسم بتاع الشراء من شهر 10. في الصيف ده الناس بتكون يا اما مسافره يا اما مأنتخه يا اما ضربه اجازات، حاجات زي كده. فانت عندك يعني شفت المواسم بتتحرك ازاي، شفت المطور اللي بيكبر، المطور اللي بيهدي، المطور اللي بيريح، المطور اللي بيقفل. شفت قدامك الكلام ده لمده سنتين. لما يكون معاك المعرفه الاداريه دي تمام، زائد المعرفه العلميه، تكون خدت كورس على الاقل في اداره الاعمال. حد يعني مثلا مش هقول لك لازم تكون محضر MBA مثلا، بس يا ريت طبعا. لو تقدر مثلا تاخد كورس بتاع دكتور ايهاب مسلم اسمه التسويق 3 في 1، احنا بنعمل له اعلان اهو طبعا، وبنوجه له التحيه دايما، ربنا يبارك فيه ودايما ينفعنا بعلمه. خدت كورسات بقى في اداره المبيعات زي الكورسات بتاعتي مثلا، يعني بعد ما نقول دكتور ايهاب نقول عن نفسنا شويه برضه. خلاص خدت الكورس بتاع اداره المبيعات. خدت طبعا في كورسات ما شاء الله الاساتذه كتير جدا موجودين في السوق، ربنا يبارك فيهم ويوفقهم يا رب، كلهم منافسين بتوعي وبحترمهم وبحبهم جدا. فانت عندك خبره وعندك معرفه علميه تقدر تبني بيها، زائد القدرات الماليه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي معاك مصاريف الديجيتال ماركتنج بتاعك والماركتنج بتاعك، خلاص، بلس
المرتبات وحياه المكتب اللي انت هتشتغل بيه. لو هيكل اداري او هيكل بيعي معين انت هتعمله، هتعين 4 بياعين 5 بياعين، فانت لازم يكون معاك المصاريف بتاعتهم ومرتباتهم والديجيتال ماركتنج اللي هتشتغل عليه بيهم لمده قد ايه بقى؟ زي ما قلنا 12 شهر. كده انت مأمن نفسك، لان في احيانا في كوميشن ممكن يطول اكتر من كده. يعني في كوميشن بيجيك، طبعا انت حياه الانكم بتاعك، الدخل بتاعك كصاحب شركه بروكرج هو عباره عن العمولات اللي بتجيلك من شركات التطوير العقاري. في عمولات ممكن تطول اكتر من سنه، فانت في حاجات هتقعد 3 شهور، في حاجات هتقعد 6 شهور، في حاجات هتقعد 9 شهور، في حاجات هتقعد سنه. فانت لازم تكون مأمن نفسك، معاك مكفر نفسك ب 12 شهر مصاريف جاهزه موجوده تحت امرك. معاك الثلاث حاجات دي، مع خبره، معرفه، وبادجت. معاك الحاجات دي، افتح يا باشا شركه تسويق عقاري زي ما انت عايز. كام في المية من الناس اللي عملت شركات تسويق عقاري كان عندهم الثلاث حاجات دول؟ للاسف الشديد ما كانش رقم كبير، يعني للاسف الشديد جدا 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 ما كانش رقم كبير. فعشان كده للاسف كتير من شركات التسويق العقاري ما حققتش نجاح كبير، وما قدرتش انها تستمر في اللي بيحصل. طيب هل ده معناه ان انا بقول للناس ما تفتحوش شركات تسويق عقاري؟ لا، بقول لك افتح شركه تسويق عقاري لما تكون قادر على انك يبقى عندك الثلاث حاجات دول. افتح يا باشا اللي انت عايزه، ان شاء الله هتنجح ان شاء الله. وعلى الاقل لو ما حققتش نجاح هتعرف بالعلم اللي عندك والخبره اللي عندك هتعرف تتصرف، تعرف تكفر نفسك، تعرف تشتغل، تطور نفسك، تعرف تعين حد افضل، الكلام ده كله. طبعا محدش فينا بيتولد استاذ، محدش فينا بيتولد صاحب شركه تسويق عقاري شاطر، محدش فينا بيتولد كده، احنا بنتعلم واحنا ماشيين. بس انا بقول لك الاساسيات عشان ما تغلطش الغلطه الشهيره اللي بيقع فيها كتير من اصحاب الشركات. تاني لسه مكملين، لو انت صاحب شركه تسويق عقاري حاول على قد ما تقدر انك تقلل المصاريف بتاعتك. يعني انت بالمناسبه طبعا احنا كتير من شركات مش محققه نفس المبيعات. يعني احنا مبيعاتنا في 2025 واحنا مقفله اهو، وربنا ان شاء الله يكرمنا في سنه 2026. مبيعاتنا مش زي 2024، مش زي 2023 طبعا قطعا، يعني الارقام اقل بكتير بكتير. فده سببه طبعا انخفاض مش انخفاض القدره الشرائيه، لان ما شاء الله القدره الشرائيه كويسه. سببه ان الناس منتظره او متوقعه ان الاسعار تنزل، فده مخلي الناس ايه؟ مش عايزه تشتري. هو معاه فلوس عايز يشتري بس هو مش هينفذ، مش هيشتري. كويس؟ هو بس دي كل القصه. هو معاه فلوس وعايز يشتري، يعني النيد موجوده والوانت موجوده والديماند موجود. ها يلا بقى، يعني يلا بقى يشتري. لا، هو مش هيشتري. اللي موقفه هنا بقى هو اعتقاده وخوفه ان السعر يقل بعد كده، او ان السعر ينزل بعد كده. وعنده مؤشر واضح جدا ان في مثلا حاجه زي السيارات سعرها بينزل، فانا مستني العقارات سعرها ينزل. وكل الاسباب المنطقيه بتقول ان الاسعار هتنزل، يعني كل الاسباب المنطقيه بتقول ان الاسعار هتنزل. طيب انا بقى كبروكر وابدا من الديفلوبر. انا كديفلوبر بقى طبعا المشكله اكبر هي عند الديفلوبر، لان انا كبروكر او انا كمسوق عقاري انا بسوق وببيع منتج عند حد تاني، انا مجرد بياع، انا مجرد اداره تسويق مبيعات. كانك طلعت اداره تسويق مبيعات اللي عند المطور خليتها عندنا، فانا بجيب العميل وبيع للمطور. هنا برضو في مشكله مهمه جدا لازم تبقى انت واخد بالك منها. انت دورك مش مندوب للمطور. ركزوا يا جماعه في الحته دي، الله يخليكم، ربنا يبارك في عمركم يا رب. حضرتك كبروكر مش مندوب المطور، انت مندوب العميل. افهم ده كويس قوي. انت مش الشخص اللي بيتكلم باسم المطور عند العميل، انت المفروض تكون صوت العميل عند المطور. حد خد باله من الحته دي؟ يعني لازم تكون انت كبياع عقاري لازم تكون بتفاهم دماغ العميل وبتدافع عن العميل وبتجيب للعميل حقه وبتشتغل معاه على الموضوع ده. لما بتعمل كده انت بتقدر تبيع للعميل بتاعك، والعميل ده بيفضل ماسك فيك انت، وده راس مالك الحقيقي. يعني الكلمه اللي دايما بقولها، المطور راس ماله هو الانفنتوري، المعروض البيع اللي عنده، ده راس ماله. اليونتس دي لما تخلص هو كده خلص شغله. فهو بيحافظ البياع عند المطور العقاري، مع احترامي ليهم طبعا، كلهم ولادي وكلهم اخواتي، واصحاب شركات التطوير العقاري اخواتي واصدقائي، وفي ناس منهم طبعا اساتذتي وناس كبار وما شاء الله عليهم.
فالتطوير العقاري راس مالهم هو الانفنتوري، المعروض البيعي بتاعهم. هو ماسك فيه وبيحاول يجيب احسن بيعه للانفنتوري بتاعه. البروكر بقى او البروبرتي كونسلتنت او الاستشاري العقاري او المسوق او البروكر ايا كان الشخص ده، راس مالك هو العميل، هو ازاي اجيب له انسب حاجه ليه ايا كان الانفنتوري اللي انا بشتغل عليه. ايا كان الانفنتوري اللي انا بشتغل، لما بتحط نفسك مكان العميل، لما بتفكر مكان العميل، بتعرف تختار له الانسب ليه. طيب فانت تاني انت مش مندوب المطور، انت مندوب العميل. خلاص كده. طيب نرجع تاني، نرجع بقى للمطور نفسه. انت كمطور حطيت تسعير معين يحقق لك انت هامش الربح بناء على حسابات التحوط اللي انت كنت حاططها وقت ما كان في تذبذب في الاسعار. نتكلم في 2023 ولما كنا في الحرب الروسيه الاوكرانيه، وبدات الجنيه في السوق السوداء غير الجنيه في السوق المصري والتعويم والقصص دي. طيب خلاص السعر ثبت والدنيا تمام، وبدات الاسعار بتاعت المكونات المواد البناء بتاعتك تنزل. ليه انت ما بتنزلش سعرك؟ يعني انت ليه ما بتنزلش سعرك؟ الكلمه اللي دايما بقولها في التدريبات بتاعتي وفي الاستشارات مع المطورين وكل الكلام ده، ان حضرتك سعر العقار مكون من 4 حاجات. سعر العقار مكون من اول حاجه سعر الارض، وده في ثبات نسبي الى حد كبير، طبعا في بعض الاماكن زاد فيها سعر الارض شويه، تمام. تاني حاجه مواد البناء اللي انت بتستخدمها، ودي طبعا حصل فيها انخفاض واضح. تالت حاجة هي الكوادر الإدارية والمرتبات والإعلانات والسمعة بتاعت الشركة والقيمة السوقية بتاعتها والاستشاريين بتتعامل معاهم، ودول سعرهم يا إما ثابت يا إما زاد حاجة بسيطة. وآخر حاجة حجم الطلب بتاع العملاء. حجم الطلب حصل فيه انخفاض واضح كلنا شايفينه، ومواد البناء سعرها نزل بشكل واضح كلنا شايفينه. اللي ثبت أو عالي شوية هم سعر الأرض والكوادر الإدارية والمرتبات والإعلانات والحاجات دي كلها. فالطبيعي إن سعرك ينزل، الطبيعي إن سعرك ينزل. طيب أنا بقى كعميل شايف ده بعيني، يعني شايف إن يا إما الأسعار بتثبت يا بتنزل، فأنا كمان هعمل إيه؟ أنا مش هشتري لغاية ما الأسعار دي تنزل. طيب البياع بقى البروكر في النص مش عارف يعمل إيه. المطور يا إما بينزل، يعني في طبعا مشاريع جديدة بتطرح بأسعار كويسة ومتسعرة كويس فبتبيع، او ان في مطور مثلا عنده حاجات حلوه قوي فسعره عالي، سعره متوسط، سعره عادل، سعره مش عادل، الناس بتشتري منه. وده طبعا حالات نادره جدا، تمام. وحتى دول نفسهم برضو بيعملوا خصومات وبيعملوا نظام سداد طويل وبيعملوا حاجات زي كده. انا بقى كبروكر دوري هنا هو اني احاول افهم العميل. بالنسبه انا اقدر كبروكر ابيع حتى في الظروف الصعبه دي، لان ده طبعا ظروف صعبه جدا. احنا عمرنا لسه كنت واقف من 3-4 ايام كده مع حد صديق ليا، هو مطور عقاري صديق عزيز يعني، وقال لي هو احنا شفنا الايام دي قبل كده؟ يعني سالني السؤال ده، يعني هو من نفس عمري كده او اصغر حاجه بسيطه، فقال لي احنا شفنا الايام دي قبل كده؟ فقلت له لا ما شفناش الايام دي قبل كده يعني. خلاص. فانا المفروض دوري اعمل ايه بقى كبروكر، كشركه، كمدير، كبياع؟ هو اني افهم ان العميل بتاعي ما بقاش يشتري دلوقتي علشان السوق بيقول نشتري. اصل احنا كلنا بنشتري، اصل في موضه كده، في هايب، في فوره كده، الناس في فوران، الناس بتشتري عقارات، هو واصحابه وقرايبه واخواته الجو ده خلص. خلاص. تاني حاجه انا بقيتش اشتري عشان اللي قدامي شكله لطيف وطريقته لذيذه وبيتدلع في الكلام. خلاص خلص الكلام ده. طبعا انا بتكلم براحتي معاكم يعني نبقى واضحين يعني. خلاص الجو ده خلاص خلص. محدش بيشتري عشان خاطر السوق كله بيشتغل، محدش بيشتري عشان اللي قدامي حد لطيف انا ارتحت له. خلاص وهنمشيها ارتحت له، تمام. محدش بيشتري عشان حاجتين دول دلوقتي. الناس بتشتري ليه دلوقتي؟ الناس بتشتري علشان قدامي فرصة ما ينفعش تضيع، بس كده. خلاص عشان قدامي فرصة ما ينفعش تضيع. حضرتك كبروكر، ككونسلتنت، كبروبرتي كونسلتنت، او كمدير مبيعات، او كصاحب شركه، لو عرفت ازاي تقدر تقنع العميل، او ازاي تقدر مبدا اول حاجه كده ازاي تقدر توصل للعميل بالصوره اللي تخليه يثق فيك. ما هو انا ايه اللي يخليني اصدق ان اللي انت بتقوله ده صح لما تقول لي ان دي فرصه ما ينفعش تضيع؟ ايه اللي يخليني اصدقك؟
اول حاجه انك انت بتبني علاقه ثقه. وكمان حاجه يعني دلوقتي بقيت اضيفها في التدريبات بتاعه الاستشارات بتاعتي، انا بقول الكلمه دي، لازم تبني علاقه ثقه عاطفيه. في حاجه لو احنا ركزنا مع بعض فيها وبص على يعني مثلا لو انت دخلت مثلا كافيه، دخلت قهوه، دخلت حتى لو دخلت شركه دلوقتي طبعا، لان في بياعين بيهزروا هم بيشتغلوا، شوف الناس وهم ماسكين التليفونات بتاعتهم. يعني بس خش مثلا بالذات مثلا لو كافيه او مكان عام، وشوف الناس بص على وشوشهم وهم ماسكين التليفونات، بص لفتره طويله شويه كويس، هتلاقي وشهم بيعمل ايه؟ تلاقيه هو باصص على التليفون كده، بيقلب في الستوريز، بيقلب في الريلز، بيقلب في الشورتس، بيقلب في الحاجات دي كلها. تلاقي وشه ايه؟ فجاه تلاقيه ابتسم قوي، فجاه تلاقيه يكشر، فجاه تلاقيه زعل، فجاه تلاقيه ابتسم تاني، فجاه تلاقيه ضحك، فجاه تلاقيه يكشر، فجأة. فبقى في يعني تقلب عالي جدا في المود. فالناس دلوقتي، وحتى اقرا مثلا او شوف اي بوست مثلا مكتوب انتقاد لحد معين، هتلاقي الناس بتشتم قوي قوي قوي، او بتمدح وتدافع قوي 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 قوي. التقلب المزاجي الرهيب ده تغير حصل في طريقه تفكير الناس، تغير في قرار الشراء بتاعهم، فخلاهم ان هم ما يقدروش يثقوا في حد بشكل كبير. التقلب المزاجي ده خلاهم ما يقدروش يثقوا في حد بشكل كبير. كتر الاشاعات، كتر المصادر المعلومات، كتر التفاصيل، خلى الناس طبعا في توقعات زادت جدا، في افكار اتغيرت جدا عند العملاء، فبقى عندهم توقعات عاليه جدا. فهو حرفيا مستني وحده مثلا سكنيه بالنسبه له تتشقلب وتعمل له كل حاجه، وفي الاخر يدفع 2 مليون جنيه ويدفعهم توتال العقار يعني. فهو مستني حاجات جامده جدا، وفي نفس الوقت سعره قليل جدا، وانتم نصابين في الاخر. وفي نفس الوقت متقلب مزاجيا، وتلاقيه قلق، وتلاقيه خايف. الكلام ده يا جماعه ما بيحصلش في سنه واتنين، ده حصل خلال ال4 سنين اللي فاتوا. التغير، في تغيرات، في شيفتنج حصل في افكار العملاء، في مود العملاء، في تعاملهم مع المعلومات، في تعاملهم مع البياعين، في تعاملهم مع الاعلانات نفسها اللي انت بتعملها. فانت دلوقتي ما تقوليش اصل انا هعمل اعلان فاجيب عميل. ما ينفعش الكلام ده، خلص انك انت تعمل لي اعلان طبعا موجود يعني في عميل بيجي ان انا اعمل اعلان مثلا سعر المتر كذا، توتال الوحده كذا، القسط كذا وبتاع، واجيب له صوره من الواجهه بتاعه المشروع، او صوره من مثلا الماستر بلان بتاعه المشروع، وصوره 3D والكلام ده، واجيب عميل. ممكن ما اختلفناش. بس مين اللي بيجيب عميل اكتر بقى؟ انك انت تعمل اعلان فيه اويرنس، فيه وعي، تبني علاقه ثقه. هي دي بقى الكلمه اللي بقولك عليها، علاقه ثقه عاطفيه. علاقه ثقه عاطفيه مع العميل، تتكلم معاه وتعمل له اعلان. لو انت انا بتكلم عن شركات المديرين واصحاب شركات التسويق العقاري، اعمل اعلان اويرنس محترم، يخلي الناس تجي لك، يخلي الناس تستفيد منك، تفضل تكونسوم، تفضل تستهلك المعلومات اللي انت بتقولها، يشتريك انت الاول قبل ما يشتري منك العقار. وانا كبياع نفس الكلام، لازم اتكلم مع العميل، اقول له كلمه ان احنا نوصل مع بعض للاختيار الانسب، تخليه يشتريك انت الاول قبل ما يشتري العقار. فشعار المرحله دلوقتي هي حاجتين، هي ترتيب الاولويات مع العميل عن طريق الاسئله، وانك تسمع، وانك تفهم العميل. تاني حاجه علاقه الثقه العاطفيه. ده مش هيحصل غير لما انت الاول تبيع نفسك كشركة تسويق عقاري، وتبيع نفسك كبياع عقاري الاول قبل ما تبيع الوحدة اللي انت بتتكلم عنها. الوحدة دي اخر حاجة نتكلم فيها. ركزوا يا جماعة في الكلمة دي، الله يخليكم. الوحدة هي اخر حاجة تبيعها. اول حاجة تبيعها هو علاقة الثقة اللي انت بتبنيها مع العميل بتاعك. بعد كده بيع اللي انت عايزه او ما تبيعش. ودي المفاجأة يا باشا، ما تبيعش، خليه دايما حواليك، خليك دايما بيلف حواليك، دايما بيتحرك معاك، دايما بيفكر معاك. لما يجي يشتري هيشتري منك انت. طب انا عايز ابيع يا باشا، هتبيع. امتى هتبيع؟ لما تخليه يثق فيك انت. ايه اللي بيخلي البياعين، ودي طبعا من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا طول عمرنا، يعني طول عمرنا في البروكرج بتقابلنا مشكلة كبيرة جدا، وهي ان البياع بيسمع منك وكل حاجه، بعدين بياخد القرار، بيروح دايركت للمطور يشتري منه.
انا خلاص عرفت منك كل حاجه، محتاجك في ايه؟ ايه اللي يخليه بقى يفضل ماسك فيك ويقول لك على ظروفه وترتب معاه ظروفه وترتب معاه اولوياته؟ امتى بيعمل كده؟ لما يكون فعلا واثق فيك، ماسك فيك، واثق فيك وماسك فيك. فانت شعار المرحله دي زي ما قلنا هو ترتيب الاولويات مع العميل، تسال كويس، تسمع كويس، تجيب الحاجه الانسب للعميل، وفي نفس الوقت تبني علاقه ثقه عاطفيه. تبني علاقه ثقه عاطفيه انك تقدر قوي كلام العميل. لو كنت بتقدر تقدر قوي، لو كنت بتسمع تسمع قوي، لو كنت بتصبر تصبر قوي، لو كنت بتتابع تتابع قوي. تفضل تتابع مع العميل. الشخص ده هو كنز بالنسبه لك، هو الكنز بتاعك، هو مصدر دخلك، هو حياتك. هو العميل اصلا هو مصدر دخل كل حاجه، مصدر دخل كل حاجه، مصدر دخل الشركات ومصدر دخل الدول، مصدر دخل كل حاجه. العميل ده، الشخص ده هو اللي بيصرف علينا كلنا، فهو اهم واحد في المنظومه كلها. فانا كبياع لازم بكون باصص له كده، ان انا الشخص ده هو اللي انا باخد معاه القرار عشان نشتري في الاخر. فانت كصاحب شركه تسويق عقاري لازم اول حاجه تقلل مصاريفك. طبعا مبدئيا احنا اتكلمنا امتى تفتح شركه تسويق عقاري. لو انت شغال دلوقتي قلل مصاريفك على قد ما تقدر، حافظ على اشطر البياعين اللي عندك، حاول على قد ما تقدر انك تصرف في المكان الصح، ما تعملش اي اعلان وخلاص، ما تستخدمش اي طريقه تسويق او اعلان يعني وخلاص. حاول تستخدم الطريقه اللي بتبني بيها اويرنس الاول، تبني علاقه ثقه بينك وبين العميل، بعد كده تعمل اعلانات كونسيدريشن، بعد كده تعمل اعلانات كونفرجن يروح للبروكر بتاعك او يروح للبياع بتاعك. البياع نفسه لازم تعلمه ازاي يعمل كده، ازاي يصور فيديوهات، ازاي يعمل محتوى عقاري. احنا محتاجين يا جماعه اضعاف المحتوى العقاري اللي احنا بنشوفه دلوقتي، اضعافه. محتاجين محتوى عقاري طول الوقت. ادي نصايح، اتكلم مع الناس، علم الناس، تقول معلومه صحيحه، اتكلم بشكل احترافي، كلم الناس عن حياتهم، كلم الناس عن اهدافهم، كلم الناس عن طموحاتهم، كلم الناس عن العقار بيعمل ايه، كلم الناس عن معايير تقييم العقار. احنا عملنا 2 سيشنز على جروب سوبر سيلز جيم عن ازاي بنقيم او ازاي العميل بيقيم العقار بتاعنا، 12 معيار اتكلمنا عنهم، موجودين ومسجلين، موجودين على الجروب عندنا. تمام. الجروب ده نفسه احنا عملناه ليه؟ لسه كنت بحكي لكم، احنا عملناه علشان نطور المنظومه بتاعتنا، البياعين بتوعنا لازم نطور من نفسنا عشان نقدر نشتغل بشكل افضل، نقدر نطلع نتائج احسن. هو ده اصلا هدف انا في الحياه. يعني هدفي في الحياه من اول ما بصحى لغايه ما بنام هو ان كل شخص بيشوفني ولو مره واحده بس ان هو يستفيد مني اقصى استفاده ويكون افضل مني انا شخصيا 1000 مره على الاقل. فانت حط قدامك ده انك عايز تطور من نفسك، فانت اعمل محتوى عن المعايير تقييم العقار، اعمل محتوى عن الار او اي والريتيرن اون انفستمنت، العائد على الاستثمار العقاري، يعني ايه ايجار، يعني ايه اعاده بيع، يعني ايه الكلام ده كله مهم جدا انك تعمل المحتوى ده. خلصت المحتوى، البياعين بقى اللي شغالين عندك طورهم، دربهم، اهلهم افضل، اختار ليهم مدير، اختار ليهم مدير. حط الاول المدير يا جماعه قبل ما تبني اي منظومه مبيعات في اي شركه تسويق عقاري او اي شركه في العالم. الاول ابدا بمدير مبيعات، مدير مبيعات قوي، مدير مبيعات بيدعم، مدير مبيعات عايز الناس تبيع، بيقبض عموله اكبر من اللي كان بيقبض عموله على البياعين، اكبر من العموله اللي كان بيقبضها لما كان بياع. ما تعينش اي بياع شاطر تروح مرقيه بمدير مبيعات، ده مش صحيح. عين او رقي اللي عنده الكفاءه انه يكون مدير، وعنده الاتيتيود، عنده السلوك اللي يكون مدير، وفي نفس الوقت عايز تجيب حد من بره هات، مفيش مشكله. كبر فريقك، عين الكفاءات، اصرف عليهم، استثمر فيهم، هتخليهم ستيكينج معاك، بيتكلموا معاك. احنا لسه كنا النهارده في استشاره وكنا بنتكلم في البيزك سالري، المرتب الاساسي اللي بياخده البياع. فانا قلت لصاحب الشركه، قلت له ان المرتب ده هو الامان النفسي للبياع الاساسي. البيزك سالري ده هو الامان النفسي، ما نهزرش فيه. اللي عايز تخليه يقبض اكتر نتكلم في العمولات، عايز نتكلم في اي حاجه، عايزين نربط الكي بي ايز او التقييم بالدخل اللي بيخش للبياع، اربطه بالعمولات، ما تقربش ناحيه المرتب الاساسي. فانت عين مدير قوي، هات استثمر فيهم، استثمر في الكوادر الاداريه، استثمر في البياعين انت بتعينهم، استثمر في الريكروتر او الشخص اللي بيجيب لك البياع الشاطر، استثمر فيهم، اعمل نفسك براندنج قوي. البياع دلوقتي الشاطر مش بيروح لشركه تسويق عقاري عاديه، هو لازم يروح لشركه هو متاكد انه هيبيع هناك. بيعملوا تسويق، بيعملوا براندنج، بيعملوا فيديوز، بيطلعوا بصورتهم طيبه، سمعتهم طيبه في السوق.
عندهم مقر محترم، عندهم شكل وايمج كويس، المديرين هناك كويسين، بيعملوا تدريبات بشكل مستمر. انا اشتغلت مع شركات تسويق عقاري كتيره جدا كانت بتعين البياعين على حس التدريب اللي انا بعمله معاهم، وفعلا كان بيبقى فارق معاهم سواء التدريب اللي انا بعمله او الانترفيوهات هم بيعملوها. فانت ابني ايمج قويه قصاد العملاء بتوعك وقصاد البياعين اللي شغالين معاك، لان البياعين دول هم اهم عميل عندك. اهم عميل عندك هيجيب لك احسن عميل واكبر عموله واكبر انكم، اكبر دخل هيخش لك في الشركه، هو عن طريق البروكر البياع اللي شغال معاك. فانت لازم تستثمر فيهم. اول حاجه في المدير زي ما قلنا، في المنظومه بتاعتك نفسها يكون في سيستم محترم، يكون في قوه انت بتعملها. في نفس الوقت انت بتعين افضل ناس شغالين معاك في التيم بتاعك، وفي نفس الوقت انت طول الوقت شغال عليهم تدريبات، شغال عليهم دعم، شغال عليهم بتخليهم يخرجوا من مود البيع ويرجعوا تاني، يعرف يفصل ويرجع تاني. بتحاول تخلي الفترات الراحه بتاعتهم كويسه، بتديهم دعم في المكان، قاعدين في مكان كويس، في وضع لطيف، جو حلو اللي هم شغالين فيه، مش جو يعني الجو التكييف طبعا ده مهم جدا، التكييف والهواء والاكسجين والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت كمان الجو نفسه اللي ما بينهم، في حب ما بينهم، في حاله ايجابيه. كل الكلام ده بالمناسبه بيبدا مدير المبيعات. عشان كده احنا نفسنا في الكورس بتاع احتراف اداره المبيعات بنقول للمدير نفسه ازاي هو يعمل ويصنع، يديزاين، يصمم بيئه النجاح جوه فريقه. الكلام ده يا جماعه علم، يعني الكلام ده علم. في عندنا مثلا محاضره كامله الليدرشيب، محاضره القياده، ازاي تقدر تعمل البيئه دي اللي تخلي البياعين بتوعك بيحققوا اضعاف اللي هم ممكن يحققوه. فدي نقاط مهمه جدا. انت بقى كبياع، انا مسكنا من فوق صاحب شركه لغايه بياع، زي ما قلنا كده هي حاجتين، هي ترتيب الاولويات مع العميل وعلاقه الثقه العاطفيه مع العميل بتاعك. هتقدر تقنع عميلك ان دي فرصه ما تتفوتش لما تكون كده فعلا، وبالتالي هتلاقي العميل ده القوه الشرائيه اللي مع العملاء هتلاقيهم بيشتروا معاك انت مش مع اي حد تاني، انك انت بتدي الحاجتين دول، بترتب الاولويات وبتبني علاقه ثقه عاطفيه. فانا ساعتها لو معايا فلوس هشتري منك انت، اشتري من حد تاني ليه؟ طب هشتري دلوقتي ممكن، طب هشتري قدام ممكن، فافضل اشتغل. والكلمه اللي دايما بقولها، لما يقع منك عميل بدله ب3. فدايما انت بتزود قاعده العملاء بتوعك مهما يحصل، انت شغال على الفرص اللي موجوده في السوق. فالبياع الشاطر والبروكر الشاطر هو اللي دايما بيطور من نفسه، هو اللي دايما بيفهم اكتر العميل بتاعه، هو اللي بيخلي العميل بتاعه مرتبط بيه وبيشتري معاه. طيب هل ممكن اخلي عميل مش عايز يشتري انه يشتري؟ عايز اقول لك ده مستحيل، ان هو مش عايز يشتري. لكن اللي عايز يشتري بس متردد، اللي عايز يشتري بس خايف، اللي عايز يشتري بس قلقان، ده ممكن يشتري معاك، ده ممكن يشتري. فانت هتقدر تضاعف مبيعاتك، تضاعف مبيعاتك في الوقت اللي احنا فيه، وتبقى اضعاف زمايلك اللي حواليك. امتى؟ لما تقدر تبني الحاجتين دول، لما تقدر زي ما قلنا ترتب الاولويات، تقدر تبني علاقه ثقه عاطفيه. انا بقولها المره الرابعه دلوقتي. خلاص، لما تقدر تعمل كده هتقدر تخلي العميل اللي كان قلقان، العميل اللي كان خايف، العميل اللي لسه بيفكر، تقدر تخليه يشتري منك وهو مرتاح، ويجيب صحابه وهو نفسه يشتري منك تاني وتالت ورابع. طب في احتمال الاسعار تنزل، ماشي زي الفل. زي ما انا بقول في تدريباتي، فرضا انا دلوقتي السعر نزل قدام، انا ما بعتلكش العقار ان هو شورت تيرم، ان هو حاجه على قصيره المدى، انا بعتها لك انها حاجه طويله المدى. فانت اشتريت دلوقتي، اشتريت بعد سنه، اشتريت بعد 2، طول ما انت بتشتري حاجه فعلا سعرها بيزيد وفعلا عائد الاستثمار بتاعها بيزيد، هنتقابل كلنا قدام، هنتقابل كلنا في المكسب. طب لو انت ما اشتريتش عقار دلوقتي، الفلوس اللي معاك هتجيب لك ايه قدام؟ هتجيب لك ايه دلوقتي؟ الفلوس اللي معاك، انا دلوقتي معايا مثلا مقدم، الفلوس المقدم ده لو انت ما حطيتوش في عقار هتعمل بيه ايه؟ الشاطر بقى هو اللي يحطه في حاجه انا عارف ان سعرها هيزيد، عارف ان قيمتها هتزيد، مش لازم هتزيد يعني كمان سنه ولا سنتين ولا لا، قيمتها بتزيد مع العمر. العقار يا جماعه هو استثمار طويل المدى، هو اعلى عائد امن، الكلمه اللي الحمد لله كل ولادي حافظينها، اعلى عائد امن على الاستثمار طويل المدى. هو حاجه هتزيد طول الوقت. طيب جت مثلا بعد 6 شهور، بعد سنه نزلت شويه، طب ايا كان، انا بقى كاحمد
حطيت فلوسي في حاجه وبسددها، بقسطها وادفع واسدد، وعارف كمان ان الديفلوبر عشان يجيبني اصلا عامل نظام سداد طويل. ممكن السعر يقل كسعر، لكن هتلاقي نظام سداد مختلفه، في تفاصيل كتير بتحصل خلال الوقت ده. فانا لو اشتريت دلوقتي، انا اقنع العميل بتاعي بكده، ان لو اشتريت دلوقتي هستفيد قدام خلال ال5 سنين الجايه، خلال 10 سنين الجايه، اضعاف لو فضل فلوس معايا. فدي النقطه، ان انا لازم اكون فاهم كويس السوق بتاعي، فاهم كويس العميل بتاعي، فاهم يعني ايه ROI، فاهم يعني ايه اصلا عقار، وبالتالي اقدر اقنع العميل بتاعي بشكل افضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد الاسئله سريعا سريعا سريعا. خالد وليد بيقول هل داخلين على فقاعة عقارية في مصر، وايه اكبر مشكلة للمجال؟ لا، احنا مش داخلين على فقاعة عقارية. كلمة فقاعة عقارية معناها هو انخفاض السعر وتوقف الطلب، وده ما حصلش لغاية دلوقتي. يعني الفقاعة العقارية يا جماعة مرتبطة اكتر بعنصر بره العقار، يعني زي ما حصل في امريكا او زي ما حصل في الصين. اللي بيحصل هو ارتباط انخفاض، يعني ارتباط الفقاعة في، طبعا الصين كانت في 2022 وامريكا في 2008 حصل الاثنين دول. طبعا كان حصل فقاعة عقارية كمان في الصين في 2012، بس ما كانتش بالقوة دي. في 2022 حصل فقاعة عقارية كبيرة جدا. الناس طبعا كانت طالعه من الكورونا، ما كانش في شغل في اوقات كتير، فالناس ما عرفتش تسدد، ففضلت العقارات موجوده والناس مش عارفه تدفع ومش عارفه تسدد للبنوك والكلام ده كله. اللي حصل بقى في امريكا في 2008 كانت ازمه رهن عقاري، ما لهاش علاقه خالص بالعقار نفسه ولا المستهلكين. يعني المستهلكين نفسهم ما عرفوش يشتغلوا، فما عرفوش يسددوا للبنوك، فالبنوك بدات تاخد منهم العقارات وتيجي تعرضها تاني ريسيل، فالناس ما بتشتريش لان في مشاكل في الدخل، في زي نوع من انواع الضعف في بعض الشركات وحاجات زي كده. يعني حصل انخفاض في قدره الناس على السداد. طب مين اللي اصلا اللي في النص اللي بيمول العقار؟ كانت البنوك. البنوك كانت هي اللي بتشتري وبتدي قروض بشكل كبير جدا، توسعت جدا في القروض. حتى في فيلم دايما بقول عليه، فيلم اسمه ذا بيج شورت او الانهيار الكبير يعني، وفي قصه موثقه موجوده في الفيلم، ان في واحد قدم باسمه هو واسم الكلب بتاعه على قروض، وطلع قرض للاثنين يعني، طلع ليه هو، طلع باسم الكلب بتاعه. انتوا متخيلين؟ فالدنيا في امريكا كانت خربانه خالص. يعني كانت البنوك بتدي قروض لاي حد معدي في الشارع، لان هم شغالين بفكره الاقتصاد المبني على الثقه. طالما انت قدمت على قرض فانت اكيد هتسدد. طبعا اكيد منين؟ طبعا النظام المصرفي هنا في مصر والنظام المالي هنا في مصر مختلف تماما. انت بتمضي انت وولادك واخواتك ولازم يكون في عنصر نسائي، يعني لازم يكون مثلا زوجتك، اختك، والدتك، عشان تخاف انها تتحبس. يعني ده بنتكلم في مستوى تاني خالص يعني. ف وتقدم ضمانات وحاجات زي كده. فانت فكره الفقاعه العقاريه في مصر صعبه قوي، لانها مرتبطه بعنصر تاني بره. طيب هل ممكن تحصل فقاعه عقاريه بره البنوك مثلا؟ ممكن، لما يحصل يعني يحصل ارتفاع في السعر وبعد كده يحصل انخفاض في السعر. ده تعريف من ضمن تعريف اكاديميا، بيحصل انخفاض في السعر ولسه الطلب قليل. يعني انت حصل ارتفاع في السعر وبيحصل ارتفاع في الطلب، حصل انخفاض في الطلب، فالمفروض ان الشركات بتبدا تعمل انخفاض في السعر. عملوا انخفاض ولسه الطلب قليل، ده ساعتها بنقول اسمها فقاعه عقاريه، ان في نقدر نقول ايه، ركود كامل. فان انخفاض في سعر العقار والناس ما بتشتريش برضه. ده حصل في الصين 2022. لكن هل في مصر ده ممكن يحصل اصلا؟ انت لو حصل اي انخفاض في سعر العقار هتلاقي هجوم في الشراء، ده الغالب اللي بيحصل. تمام. لو حصل ارتفاع في سعر الدولار، يعني لو الدولار عدى ال50 تاني، هتلاقي ناس بتشتري عقار حتى الاسعار ما نزلتش. طبعا يا رب الدولار ما يزيدش، احنا انخفاض سعر الدولار ده كويس بالنسبه لنا كقوه اقتصاد وكده، بغض النظر ان زياده سعر الدولار بيخليك انت تنافسيا في التصدير افضل شويه، بس احنا مش اقوى حاجه في موضوع التصدير ده، وده طبعا موضوع تاني ونقاش تاني خالص. لكن لو حصل ارتفاع في سعر الدولار، واي عقاري عارف ده كويس جدا، اي بياع عقاري تقيل عارف ده كويس جدا، ان لو حصل ارتفاع في سعر الدولار هتلاقي هجوم على العقارات. لكن لما بيحصل انخفاض فالناس مستنيه ان سعر العقار كمان ينزل. طيب لو سعر العقار نزل فعلا، لا هتلاقي فعلا ناس بتشتري اكبر بحجم كبير جدا. فهنا ما ينفعش اقول على مصر انها فيها فقاعه عقاريه. طيب
سالم يعني وارد بس مش بنسبه كبيره. محمد الجمل معانا، ازيك يا دكتور محمد؟ اخبارك ايه؟ وحشني حبيبي. كان بيرد على حد تكلفه القروض ممكن تساهم في رفع التكلفه. القروض رد محمد صح، القروض اقل تكلفه على المطور من تكلفه ضخ راس المال، بالاضافه انها تعطي المطور ميزه ضريبيه لان الفوائد تخصم مجمل الربح قبل سداد الضرائب وبالتالي يدفع ضرائب اقل. ده حقيقي فعلا. التمويل الذاتي فيه مشكله ان انا بدخل يعني بدخل راس مالي انا الشخصي كشركه او بجيب مستثمرين، فالمستثمرين بياخدوا مني هامش ربح على راس المال بتاعهم. لكن القروض طبعا بغض النظر عن عدم اتفاق انا شخصيا مع القروض، لان ده طبعا حاجه فيها فوائد وحاجه محرمه، لكن هي بالنسبه لهم هم في وجهه نظرهم، وده طبعا برضو مش صحيح، هي بالنسبه لهم هي فرصه ان انا اجيب فلوس من بره. هي في الاخر برضو بتاكل هامش الربح بتاعك، هي مش بتزود التكلفه، هي بتقلل ربحك انت، ربحك انت الشخصي. فالتمويل الذاتي افضل بكتير. التمويل الذاتي بالنسبه لاي مطور عقاري افضل بكتير. المطورين بقى اللي بياخدوا قروض، طبعا مش اي مطور بيقدر ياخد قرض على المشروع بتاعه، دول فاكرين ان هم لما ياخد قرض هيقدر يكسب اكتر. هو بيجيب فلوس اكتر صح للشركه، بس بيدخل معاه كانه دخل شريك وخد منه فايده بغض النظر بقى هو كسب او خسر. لكن لو انا دخلت مستثمر معايا او طرحت الاسهم بتاعتي في البورصه افضل بكتير، لان انا كده بطلع ربح مبني على ربح حقيقي حصل في الواقع، مش مجرد ارقام ثابته هدفعها كده كده يا اما هيقفلوا الشركه بتاعتي. لا هو محمد الجمل ما شاء الله بيرد على الناس في الكومنتات يعني. تقصد اشتري فكرتي الاول، لو العميل ما وثقش في البياع والاستشاري مش هيشتري منه، صح؟ الله يكرمك يا محمد. اتكلم عن كاش باك، حاضر. عايزني نتكلم عن ايه في الكاش باك يا انس؟ ممكن توضيح اكتر. عبد الرحمن احمد بيقول ممكن توضيح اكتر لكلمه عاطفيه في علاقه الثقه. ان انا دايما زي ما انا كنت بقول بقدر، لو كنت بقدر اكتر، لو كنت بتابع اكتر، لو كنت بهتم اكتر. انا ببني علاقه طويله وبدخل العواطف، بقول اسمي وانا بتكلم. يعني انا كاحمد بشكل عاطفي، انا كاحمد انا بدعم حضرتك. بالمناسبه ده في بيعه السكني وبيعه التجاري لا مثلا، لا في بيعه السكني والساحلي والتجاري. ربنا يكرمك محمد، بيقول لك بحاول اساعد يا عم. احنا موجودين. تسلم يا حبيبي، ربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب، وربنا ينفع بيك دايما. فانت اللي انا بكلمك عنه انك انت بتقول اسمك. يعني انا احمد خليفه، انا شغال في المجال ده بقالي كذا، انا عارف كويس اللي انا بتكلم عنه، انا بحاول اجيب لحضرتك الانسب ليك. الكلمات دي والمعاني مش كلمات بس، هي معنى. لما العميل يقول لك ايه، طب تعالى نروح لمساحه اكبر، تقول له طب ليه نروح لمساحه اكبر؟ ما انا ممكن مثلا احط ميزانيه اقل في الحته الفلانيه. طب انا برضو براجع معاك، احنا دلوقتي بنتكلم على استثمار، فالمساحات الاصغر هي اللي بتتباع اسرع، هي اللي بتتاجر اسرع، هي اللي نعرف نطلع منها ROI اعلى. فانت كده بدل ما تطلع انك انت همك، يعني انت همك هو انك تكبر العموله، تكبر البيعه فتكبر العموله، ولا همك انك تجيب الانسب فعلا للعميل؟ الكلام ده يا جماعه مش كلام. يعني انا مثلا كاحمد لما بقول للبياعين مثلا في التدريبات وفي البوستات وفي الكلام ده كله، لما انا بقول انا بدعمكم وبحاول اساعدكم والبياعين لازم يبقوا اشطر حد وانا بقف جنبكم وانتوا ولادي، ايوه لو انا بقول انتوا ولادي وانا بدعمكم، وفي الاخر كل علاقتي بيك ان انا بكتب بوست او بنزل فيديو، بعمل تدريبات وبعمل استشارات في الشركات، ومش عامل حاجه ليك انت، مش عامل حاجه للبياع، حتى البياع اللي مش هيقدر مثلا يشتري الكورس بتاعي انا مش عامل له حاجه، مش عامل له اختيار. انت بقى كبياع هتصدق منين ان احمد خليفه ده فعلا بيدعم البياعين، ان احمد خليفه فعلا عايز البياعين يبقوا اشطر؟ انا عملت مثلا سوبر سيلز جيم ده علشان افضل متابع مع كل الناس اللي حضرت معايا التدريب، ومع كل الناس اللي حتى ما بيحضرش معايا التدريب، مش عايزين يشتروا، مش قادرين يشتروا، مش بيفكروا يشتروا تدريب دلوقتي، مش مهم. تعالى يا باشا اتعلم، تعالى نذاكر مع بعض، تعالى نتناقش مع بعض ونفتح نقاشات مع بعض مره كل اسبوع نتكلم فيها. فانت انا بالطريقه دي بعمل ايه؟ انا بحاول ان انا اقرب من العميل بتاعي، وانت كبروكر لازم تقرب من العميل بتاعك، لازم تفهم العميل بتاعك، لازم تسمع العميل بتاعك. هو ده علاقه الثقه العاطفيه، مش علاقه ثقه مجرد ان انا موجود او مثلا بديك معلومات، لا بقت المستوى اعلى من كده يا جماعه. بالمناسبه في بياعين لغايه النهارده بيبيع ازاي؟ انا بتكلم عن مشروع جامد جدا جدا، يلا نشتري مع بعض.
يا حبيبي انا هثق فيك ليه؟ ما كل الناس بتقول الكلام ده، كل بيقول ان هو جامد، كل بيقول ان هو شاطر، كل بيقول ان هو اقوى مطور واعلى مش عارف مين واكبر. لا، انا هثق فيك لما الاقيك بتختار معايا، بتتكلم معايا عشان تفكر معايا عشان تشتري معايا. طبعا اي حد حضر معايا التدريبات بتاعتي حافظ الثلاث كلمات دول. اتكلم معايا عشان تفكر معايا عشان تشتري معايا. الشخص ده انا هثق فيه واشتري منه. فدي كلمه الثقه العاطفيه. ربنا يبارك فيك. ابراهيم بيقول الفندقي افضل مع التوجه لتحويل منطقه المتحف لكده ولا الساحلي افضل؟ ده كويس وده كويس. الفندقي طبعا ممتاز، في طلب الحمد لله على السياحه بشكل كبير في مصر، فمحتاجين سكن فندقي اكبر من كده. الساحلي طبعا فيه ميزات كبيره جدا في شهور الصيف. حسن بيقول هعمل اعلان سبونسر على مشروع في العاصمه وبقلق اشتغل عليه لوحدي، ما يحصلش ديل، خصوصا هعمله بمبلغ كويس على اللي فاتوا. طيب كويس، اشتغل على الاعلانات دي. لو انت محتاج حد يساعدك هتلاقي كتير بياعين شطار يعني. عمار بيقول من رأي العميل بقى فاهم وعارف حاجات كتير عن زمان، فبالتالي بقى في صعوبة شوية في الإغلاق، لأنه حرفيا بنتعب مع العميل من أول العملية البيعية وبعد كده بيختفي أو بيشتري من غيرنا. فالنقطة دي نحلها إزاي؟ تاني بعلاقة الثقة العاطفية. يا باشا لو هو اشترى، يا حبيبي لو هو اشترى منك ما اشتراش منك، أنت فارق معاك في إيه؟ هي دي بقى الفكرة. أنت لما تيجي تبيع بتبيع عقار أو بتبيع ثقة. طب هو ما اشتراش منك عقار، اشتري منك ثقة. طب ما اشتراش منك النهارده، اشتري منك بكره. ما اشتراش منك بكره، اشتري منك بعده، هيشتري منك اصحابه، اشتري منك قرايبه. خلي العميل هو اللي يتكلم عنك. احنا عندنا يا جماعه جفاء عاطفي بشكل كبير، عندنا احتياج ان حد يساعدنا ونبني علاقه ثقه معاه. فده هي علاقه الثقه العاطفيه. وفي نفس الوقت محتاج حد خبير فاهم ازاي يعرف يختار لي الافضل ليا، لان السوق بقى مليان اختيارات. عرفت تديني الحاجتين دول اللي انا قاعد بقولهم، ودي المره الخامسه اللي بقولها، اللي هي ترتيب الاولويات مع العميل وعلاقه الثقه العاطفيه. اديتني الاثنين دول هشتري معاك. مش لازم اشتري دلوقتي، مش مهم يشتري منك دلوقتي. زود 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 عملاء، بوش، اضغط اكتر، مش تضغط على العملاء، جيب عملاء اكتر. زود الفانل بتاعتك، زود عدد العملاء تخش من فوق. الفانل دي عباره عن قمع بيعي. قمع بيعي بيخش من فوق ينزل من تحت، بيقله بالتدريج. خش دخل فوق كتير، دخل فوق كتير، اشتغل احسن. فالكونفرجن ريتس بتاعتك، معدلات التحويل بتاعتك تبقى افضل، تبقى اعلى. فالقاعده الفانل بدل ما هي ضيقه كده تبقى واسعه شويه، اوسع. كل ما تحسن من اللي انت بتعمله تبقى اوسع. طيب انا بقى عندي الفانل دي صغيره، عدد العملاء اللي بتخشوا قليل، فهتقلل عدد العملاء اللي بيشتروا من تحت. يا باشا وسع، كبر كبر كده، دخل عملاء اكتر، اعمل فيديوز اكتر، اتكلم افضل. الشخص اللي انت ما اشتراش منك النهارده خليه خارج مبسوط جدا ان هو ما اشتراش منك. مش مبسوط انه ما اشتراش، مبسوط حتى لو ما اشتراش. خلينا نظبطها الكلمه، مبسوط حتى لو ما اشتراش. وهو ماشي بيقول لك طب خلاص انا هفكر لوحدي او كده، تقول له انا معاك وتعالى نفكر مع بعض، تعالى نتناقش مع بعض في اي وقت هتلاقيني معاك. وربنا يكرمك ويوفقك يا رب. جيت بتتابع معاه قال لك لا ده انا خلاص اشتريت، بالتوفيق، ربنا يكرمك ويوفقك للخير، وانا دايما جنبك، لو محتاج حاجه انا معاك. وتدخله في الفانل بتاعتك بتاعت المتابعه، الفولو اب. المتابعه بتاعتنا دي يا جماعه هي اهم نقطه في البيع، لان البيع دلوقتي هيبقى اطول من زمان. زمان احنا كنا متوسط البيع العقاريه كام؟ متوسط البيع العقاريه كام؟ مثلا شهر، شهر ونص، شهرين. دلوقتي متوسط البيع العقاريه 6 شهور. في ناس بتقعد بالسنه وبالاثنين بتشتري وبتفكر، بتفكر قبل ما تشتري. فانت لو قلنا متوسط البيع دلوقتي يعني ممكن نقول من 3 شهور ل 6 شهور. لو قلنا بشكل دقيق جدا متوسط بقى 6 شهور. خلاص. فانت كبياع عقاري لازم تبقى مستعد لكده، مستعد انك انت بتقعد شغال متابعه صحيحه من غير ضغط والحاح على العميل. ساعتها تعرف تبيع العميل بتاعك. احمد محمد بيقول ان في اوقات بعض الديفلوبر بيتاخر في تسليم الوحدات مده طويله، ده في اوقات كتير بيأثر على علاقه البياع والناس اللي بتشتري منه. طبعا ده مطور للاسف، يعني هو بيعمل مشاكل كبيره لنفسه. لكن برضو خلي بالك من نقطه، ان هو برضو في ضغط تاني، هو في ضغط ارتفاع في التكلفه، ضغط مثلا مشاكل في دراسه الجدوى نفسها. فانت عشان كده يعني ايه هتحاول تخرج العميل بتاعك ده، او تحاول تجيب احسن وضع للعميل ده. وغالبا ما تكررش التجربه دي مع المطور ده، يعني لانه كده غالبا عنده مشاكل اداريه يعني.
اماني الشاعر بتقول ازاي نزود مبيعات واحنا داخلين على ديد سيزون. هو مبدئيا كده انا كاحمد بقول لكم مفيش سيزونز دلوقتي، يعني في زياده سنه في الصيف، لكن بقيه الوقت طالما وصلنا النقطه اللي احنا قلناها في اول اللايف بتاعنا، ان انا قدرت اقنع العميل ان دي فرصه مميزه، هيشتري مني في اي وقت. المهم نعرف اختار معاه ايه الكتب اللي تنصح بيها حد يكون خبرته لسه قليله تساعده يطور نفسه. للاسف الشديد مفيش كتب، مفيش كتاب مبيعات اقدر ارشحه للاسف الشديد. يعني في كتاب اسمه Principles of Marketing، اساسيات التسويق بتاع دكتور كوتلر ودكتور ارمسترونج، تجيب النسخه الانجليزي مش العربي، هو يعني مهم جدا. وان شاء الله انا قريب هنزل الكتاب بتاعي احتراف المبيعات العقاريه للعقل اللاواعي قريب ان شاء الله. وفي طبعا عندنا تدريبات يا ريت تحضرها، في عندنا تدريب احتراف المبيعات العقاريه، في عندنا في نسخه ان شاء الله اونلاين تفاعلي يوم 15 12 الشهر ده ان شاء الله، وفي باذن الله برضو مسجل. يعني في عندنا حاجه اونلاين تفاعلي ودي بنصح بيها اكتر، المسجل برضو ممتاز. في الاثنين بقدم لك دعم مدى الحياه، يعني طول ما انا موجود على ظهر الدنيا ان شاء الله بقدم دعم كامل لاي حد حضر معايا التدريب طول العمر، علشان اقدر اضمن ان الشخص ده بيستفيد من التدريبات اللي انا بعملها. الدعم ده موجود في الاونلاين التفاعلي وموجود في المسجل، الاثنين واحد. الاونلاين التفاعلي ده الميزه اللي فيه انك انت بنتكلم مع بعض، بيكون فرصه اكتر للنقاش، بيكون فرصه اكتر للتطبيق، المحاضره بتبقى قدامك لايف اكتر، فده متاح وده متاح. تقدر طبعا تكلمنا في اي وقت وان شاء الله تنورنا. يعني ايه حقوق البياع في الشركه المطوره؟ حسام خليل، حقوق البياع اللي هو مين؟ البروكر ولا البياع اللي هو السيلز اللي جوه الشركه المطوره؟ العائد على المقدم ده مش ربا؟ ربا، تمام، لانه بيجيب طالما انت بتديله فلوس وبيديك فوائد عليها دي ربا على طول. بكبر التيم، محمد هلال بيقول بكبر التيم بتاعي ازاي الاقي واختار السيلز الملتزم اللي عايز يعمل حاجه. تحضر معانا تدريب محمد هلال حبيبي، احضر معانا تدريب احتراف اداره المبيعات يا هلال. في تدريب هيبدا في نفس يعني الميعاد 16 يوم 16 الشهر ده، احضر معانا يا محمد. طيب باختصار وبسرعه ازاي الاقي وازاي اختار؟ يعني يا محمد ما شاء الله قال كلمتين محتاجين ساعه ونص مثلا. يقول لك ازاي الاقي وازاي اختار. ازاي الاقي دي موضوع، وازاي اختار ده موضوع تاني. يعني ازاي الاقي دي طبعا الاثنين دول بيتشرحوا في محاضره كامله للهايرنج، للتعيين 3 ساعات حضرتك عشان ازاي تعرف تعين صح. فاول حاجه نقدر نقول تلاقي افضل مكان تلاقي فيه البياعين هو الترشيح الداخلي. انك تقول للبياعين اللي شغالين يا جماعه احنا عايزين نعين ناس جديده. الترشيح الداخلي ده بيحقق 3 أضعاف نتائج الاعلانات اللي من بره، لان هو بيجيب لك حد اقرب للثقافه بتاعتك، اقرب للشغل بتاعك، وهو بنفسه عارف انه اللي هيوعده هيبقى في وشه ليك انت وليه هو، فبيجيب لك انسب حد ليك. فالدراسات اثبتت كده ان كل ما بتجيب حد بالبرامج الداخليه تقول للناس يا جماعه احنا عايزين نعين بياعين، فهم اللي بيرشحوا لك ناس افضل. ده افضل حاجه. تاني افضل حاجه الريكروتر، انك انت تجيب ريكروتر قوي يساعدك في التعيين. عيبه الوحيد انه مكلف شويه بس اسرع بكتير. تالت حاجه بقى الاعلانات، ودي للاسف ما بحبذهاش. تمام. طيب بقى احنا قلنا ازاي تجيب او ازاي تلاقي، ازاي تعين بقى. لازم تختار يكون عندك يعني توصيف كويس للي انت عايزه من البياع. واهم حاجه تدور عليها عشان بس ما نطولش في الكلام اكتر من كده، اهم حاجه تدور عليها هي الاتيتيود. الكلمه اللي دايما بنقولها احنا بنعين على الاتيتيود وبنرفد على الاتيتيود. بنعين على الاتيتيود وبنرفد على الاتيتيود. يعني الشخص اللي ندخله الشركه هو الشخص الاتيتيود بتاعه، السلوك بتاعه ايجابي ويقدر يشتغل بشكل مستقل وعنده ثقه، يعني عنده سيلف استيم، عنده احساس بنفسه وتحقيقه لذاته، عنده طموح، عايز يعمل حاجه، بيشتغل بشكل مستقل زي ما كنت بقول، مش ماسك في ديل المدير بتاعه يعمل لي ويجيب لي ويودي لي. عنده تحفيز ذاتي، مش كل ما عميل يرد عليه يروح واقع، مش كل ما حجز يتفكله يروح واقع، مش كل ما يحصل له مشكله يروح واقع. لا انا عايز حد عايز يعمل حاجه، نهم، عايز فلوس.
فالاتيتيود هو مهم جدا، ده بنعين عليه وبنرفد عليه. يا رب اكون جاوبت كويس. اسعار السيارات بتنزل وانا شغال ايهاب فتحي، وانا شغال في هذا المجال استيراد السيارات، كيف اقنع العميل بالشراء دلوقتي هذه سلعه استهلاكيه؟ والله ربنا معاك، يعني الناس اللي بتبيع في السيارات ربنا معاهم بجد يعني فعلا اسعار بتنزل واحتمال تنزل تاني، فاللي هو اعمل ايه؟ طيب هي بس الفكره انك انت بتقول له طبعا هي سلعه استهلاكيه، طبعا احنا كده دخلنا في حاجه بره العقارات، بس بسرعه يعني لايهاب تقول له طيب انت لو ما اشتريتش دلوقتي واجلت الموضوع هتعمل ايه في الوقت ده؟ يعني اجلت الموضوع لمده 6 شهور، خلال 6 شهور بقى ما معكش عربيه هتعمل ايه؟ دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تلعب عليها يعني. احمد حمدي بيقول الخط الفاصل بين المتابعه الجيده للعميل وبين الضغط عليه نحدده ازاي؟ انك مش بتتابع بانك بتكلمه، انك بتتابع انك بتقدم له قيمه. يعني انت لو بعت لي رساله قلت لي ازيك يا استاذ احمد اخبارك ايه، بكلم حضرتك النهارده بخصوص متابعتي ليك او بكلمك عن العرض اللي انا بعته لك، الرساله اللي بعدها هعمل لك بلوك، واضح؟ لكن لو انت بعت لي مساء الخير ازيك يا استاذ احمد، بكلم حضرتك بخصوص ان احنا لو بغض النظر عن اي حاجه احنا محتاجين ان احنا نفكر مع بعض من الاول، محتاجين ان احنا نتكلم في حاجه، نرتب اولوياتنا من الاول، انا مع حضرتك. خدت بالك؟ ايه الفرق بين الرساله الاولى والرساله الثانيه؟ الرساله الاولى انت كنت بتقول لي ايه؟ بتابعك بخصوص اللي انا اتكلمنا مع بعض فيه، ده ضغط. لكن لو قلت لي انا بكلمك عشان نعيد تفكير من الاول بغض النظر عن اي حاجه، تعال نرتب اولوياتنا، تعال نفكر مع بعض، كده انت بتتابع، كده انت بتتابع بتقديم قيمه. طيب ما ردتش عليك في المره الثانيه في الرساله دي، ما ردتش عليك، تروح باعت لي فيديو حلو جميل عن الار واي، عن العائد عن معايير تقييم العقار، عن المدن الجديده، تبعت لي مقاله مثلا بتتكلم عن حاجه مثلا نزلتها شركه العاصمه، الشركه الحكوميه، شركه العاصمه بتتكلم عن الاستثمارات الجديده والطروحات الجديده الموجوده. لو انت مثلا بتبيع العميل في العاصمه، لو انت بتبيع العميل في اكتوبر وزايد تتكلم على طرح الاراضي الجديده وتخطيط كذا الجديد، وان مش عارف شركه كذا بتعمل كذا، معلومات لطيفه حلوه، هفضل متابع معاك. بعت لي بعد كده مقاله ثانيه وبعت لي فيديو ليك بتشرح فيه حاجه مهمه، بعت لي كمان فيديو ازاي تختار العقار الانسب ليك، بعت لي فيديو تعالى اشتري في مشروع معين اللي هو كونفرجن، اعلان كونفرجن، اعلان بيحول من انه بيفكر الى انه يشتري. لو انت عملت كده بعد 3-4 فيديوهات، ده بعد 3-4 فيديوهات او 3-4 مقالات او 3-4 معلومات، ممكن انا افكر فيك تاني. ساعتها دي متابعه بتقدم قيمه، لكن التانيه كانت متابعه بتضغط عليه. يا رب يكون الفرق واضح. في حد بيقول لي افكار عبقريه وسحريه افضل 5 بدايات للكل مع المستثمرين. انت عايز عبقريه ولا سحريه؟ وكيفيه غلق الكل دي او الكلوزنج يعني، ولا كلوزنج الكل، ولا كلوزنج الديل، ولا كلوزنج مين؟ نسب العموله انظمها ازاي؟ مش فاهم السؤال. مثال لحساب الار او اي اخر 3 سنوات، ما تحسبش ار او اي اخر 3 سنوات، بحسب ار او اي مبدئيا 5 سنين، من 5 ل 10 سنين. هل سيلز المطور مش من اختصاصاته انه يروح مع العميل زياره الموقع؟ لا طبعا من اختصاصاته طبعا. امال من اختصاصات مين؟ هو بينزل مع سيلز البروكر. نكتفي بهذا القدر واشوفكم جميعا على خير. اتمنى تكون اللايف والاسئله والاجابات تكون موفقه. لو حد عنده اي تعليق على كلامي او ملاحظات او كده اتمنى ان كنتوا تبعتوها لي. لو قلت حاجه كويسه فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا، لو قلت حاجه غلط فاكيد ده من نفسي. بتمنى لكم كلكم كل التوفيق والنجاح. عايزكم يا جماعه تشدوا حيلكم كويس جدا جدا الفتره دي، اشتغل على نفسك. الكلمه اللي دايما بقولها، اللي انت بتعمله دلوقتي بيخليك تاكل عيش، واللي انت بتتعلمه دلوقتي هو اللي هيخلي عندك فرن عيش. فطور من نفسك، ذاكر دايما، اقرا باستمرار، خد كورسات، سيب الموبايل، سيب الريلز، سيب الشورتس، سيب التيك توك، الله يخليك. اقرا مقالة، اسمع بودكاست، اسمع فيديو تعليمي، خد محاضرة صغنونة، اتعلم، اسمع، طور من نفسك دايما. الموضوع مش هزار، الموضوع بقى صعب جدا 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 دلوقتي. الدنيا بتتطور وبتجري، لازم انت كمان تسبقها بانك انت بتتعلم. ما تستناش الحاجه تجيلك، المشكله تجيلك، ما تستناش ان مبيعاتك تقل، ما تستناش ان الظروف تبقى صعبه.
طور من نفسك. الله يبارك فيكم ويكرمكم يا رب. انا عامل حاجات مجانيه علشان الناس تفضل تتطور على قد ما اقدر، بحاول ابذل كل جهدي. انتم مش متخيلين قد ايه ده بيضغط على وقتي وبيضغط على جهدي، لكن انا فعلا بحاول على قد ما اقدر ان انا اضيف للناس. كل البياعين هم اولادي، كل البياعين ومديرين المبيعات واصحاب الشركات هم اولادي واخواتي واصدقائي، فعلى قد ما بقدر بحاول اعمل اللي انا اقدر اعمله. فانضموا لجروب سوبر سيلز جيم موجود عندكم. في عندنا كورسات باذن الله هنبدا فيها ان شاء الله في يوم 15 يوم 16. 15 ده عقارات و16 اداره. اشوفكم جميعا على خير وبتمنى ليكم كل التوفيق والنجاح. السلام عليكم.